ليه الناس مش بتحبني؟ ليه اي حاجة اعملها ينتقدوني فيها؟ ليه مثلا لما اقول ان انا مش عايزة اخرج في الشمس عشان اسمر بيقولوا لي اني عنصرية؟ وليه لما بفضل احاول ان انا اتقبل نفسي زي ما انا كأني سمرة بيقولوا لي لا لازم تبيضي لان ده الجمال العام؟ ليه مثلا لما احاول اخس يقولوا لي انتي رفيعة جدا وشكلك وحش، ولما اتخن يقولوا لي ايه ده انتي بقيتي زي البقرة؟ ليه؟ وان انا برضو عايزة اقولك ان مش كل الناس هتحبك ومش كل الناس هتحبك لان هما مش مضطرين لكده، هما مش اهلك. وعايزة اقولك على حاجة، الصدمة اللي حصلت لك او الحاجة الغلط اللي حصلت لك زي ان حد يتريق عليكي لمجرد شكلك او لمجرد ان انتي موهبتك غيرهم، انا عايزة اقولك ان انتي احسن منهم، ان انتي احسن منهم. انا دايما بلاحظ ان المتنمرين يعني فيهم مشاكل، يا اما مشاكل نفسية، يا اما مشاكل مالية، يا اما مشاكل في الشكل. انا ما اقصدش التنمر، بس انا كان بنت اتنمرت عليا كانت هي اصلا فيها كل العيوب، بالذات في الجامعة. احنا عندنا بنات في الجامعة تشوفيهم تقولي رجالة من بعيد، حرفيا. انا ما اقصدش التنمر، بس انتي لو ركزتي في وش المتنمر او وش المتنمرة هتلاحظي اللي انا بقوله صح، هتلاحظي ان هما فيهم مشاكل ومشاكل اكتر منك، ويمكن هما حاقدين عليكي. متزعليش، مش كل الناس هتطبطب عليكي ومش كل الناس هتحبك، ومحدش هيمدلك ايد العون غير ربك وانتي. اتعلمي ازاي تتشافي مع نفسك، ازاي تتعلمي. الموقف اللي سيء ده يعلمك ان اللي قدامك شخص مش كويس ومش سليم، ويعلمك برضو ازاي تردي عليه، ويعلمك ان مش كل الناس هتحبك، ويعلمك ازاي تتخطي وتعدي وتكوني فوق الموقف. انا عارفة اللي بقوله صعب، وانا عارفة ان انتي تتقبلي نفسك زي ما انتي، وانك تتقبلي كلام الناس. مش قصدي تتقبليه يعني تعملي بيه، انا اقصد تتقبليه اللي هو تسمعيه من هنا وتفوتيه من هنا، يعني الكلام ما يأثرش فيكي. الموضوع صعب بالنسبة لي. قعدت 4 سنين من ساعة ما كنت في الإعدادية والثانوية وأنا مضطهدة مكروهة لمجرد إن أنا ناس هيقولوا لي ما تكونيش بيور في أسرار ما ينفعش حد يعرفها. بس أنا مش بتكلم عن موهبتي أو بتكلم عن هوايتي، أنا بتكلم على شكلي الخارجي عامة. هو محدش هيحب ان حد يكون مبسوط اكتر منه، محدش هيحب ان حد يكون اسعد منه. وان انت تعلمي نفسك فنون الرد ده احسن حاجة ممكن تعلميها لنفسك، احسن من اللغات. تعلمي فنون الرد بس بأدب، تعلمي انك توقفي اللي قدامك عند حدها بس بأدب عشان ما تغلطيش يقولوا ان هي اللي غلطت وهي اللي غلطان. بس هما كده كده يعني محدش بيحب حد. مش غلط انك قبل ما تنامي تفكري في الموقف اللي حصلت لك، لا، فكري في الردود وفكري ردة فعل اللي قدامك. انا مثلا لو قلت لها كده، لو هي مثلا قالت لي ايه اللبس اللي انتي لابساه ده، وانا قلت لها مش كل الناس بيشتغلوا نفس شغلانة مامتك، انا كده غلطت، انا كده غلطت. او مثلا ايه، قلت لها مش كل الناس حرامية، انا كده غلطت. فمثلا الرد المناسب على واحدة بتتريق على لبسك، شكرا على ان انتي بتديني نصيحة، بس كل واحد وذوقه، وانا عاجبني لبسي كده، وانتي مش انتي اللي بتشتري لي هدومي. لما انتي اللي تبقي تشتري لي هدومي يبقى قولي ده كذا. هتقولك يا فقيرة مش عارف ايه، سيبيها وامشي، لان ساعات انك تتخلي احسن من انك تقفي وتواجهي وتخسري المعركة في الاخر. التشافي والتصالح الذات والتعالج من التنمر ده هو اصعب حاجة ممكن تتعرض له. بس انا عايزة اقولك انك عايزة تغلبيهم وتنتصري عليهم بالنجاح،
والنجاح مش ان هو تطلعي القمر او تت... مثلا تفتحي شركة او كده، لا، اللي اتكلم عليه هو انك تكوني سعيدة، هو انك تكوني احسن منهم، هو انك يكون عندك صفاء ذهني. ده اكبر نجاح. وانك تحبي نفسك وما تسمعيش كلامهم والتنمر، ده هو اكبر نجاح. وطبعا ما بقولكيش يعني ما تتجهيش في النواحي التانية، لا، انجحي في النواحي التانية. يعني انا بلاحظ برضو اللي بيتنمروا عليا في موهبتي، ايه ده انتي 19 سنة وبتحبي اللعب؟ انا مش بجمع لعب بس، انا دول كرافتر، انا بحول الكرتون لاي حاجة في دماغي. انتي ما تقدريش تعملي كده، انا احسن منك، انتي عندك موهبة غير انك تمشي مع الرجالة بالظبط. بس ما ترديش الردود دي، انتي عندك موهبة بس. انا عندي موهبة، ايه هي؟ كتر الكلام والبلطجة. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ وما تغليش في نفسك وما تفكريش في الموضوع كتير، لان انت هتتعرضي لكده كتير في المدرسة، في الكلية، في الجامعة، ايوه كمان في الكلية، وايوه كمان في الشغل، وايوه كمان حتى مع قرايب جوزك. محدش هيحبك زي ما انتي، بس انتي تعلمي ازاي تدافعي بأدب، وتعلمي ازاي تنسي، و محدش يعلمك الكلام ده، انتي اللي لازم تتعلميه، لان انتي اضرب نفسك. بس انا هتكلم عن تجربتي انا ازاي خرجت من التنمر وكده. هو ان ببساطة اني بصيت في المراية وشفت ان انا حابة نفسي زي ما انا، وان انا مش شايفة ان فيها اي عيب او فيها اي حاجة غلط، وان انا مش محتاجة احط مكياج، ومش محتاجة ان اخس، ومش محتاجة ان يجيلي انيميا. انا كان عندي انيميا عشان كنت خاسة جامد، وبرضه ما كانش حد حاببني، كانوا بيقولوا لي وشك اصفر رفيع قوي، ايه ده؟ كان تنمر. وان انا مش محتاجة اثبت لحد ان انا صح، لان انا عارفة اني صح. الموضوع يبان سهل بس هو صعب جدا. فانا عن نفسي بصيت في وشوش المتنمرين لقيتهم محتاجين علاج اكتر مني. انا في واحدة كانت بتنمر عليا عندها شنب، والله كان عندها شنب. أم وبرضه ما بقولكيش ردي التنمر بالتنمر، ما تغلطيش نفس غلطتي. يعني في واحدة كانت بتتنمر عليا، قلت لها طب ما تبصي على نفسك، كل وشك حبوب وعندك شنب، وايه الخلقة اللي انت فيها دي؟ بتنمري عليا عشان انا تخينة مثلا او شعري هايش؟ انت غيرانة اصلا، انت حاقدة. اتغاظت مني جامد، اتحرقت مني حرقان لدرجة انها راحت اشتكت، قالت لهم دي بتشتمني مش عارف ايه، وطلعت عليا كلام ان انا ما قلتلهاش ان انا بطعن فيها او حاجة زي كده. انا ما قلتش كده. الموضوع صعب، يعني انت ما ينفعش تردي المتنمرين التنمر لان هم ناس مخهم جزمة حرفيا. بس اكتر نصيحة ممكن اقولها لك هو انك تبعدي عنهم وتقولي لاكتر شخص قريب ليكي. انا عارفة ان ساعات البنت ما يبقاش ليها اي شخص قريب ليها حتى اهلها. ما تشوفيش الفيديو بتاعي بس، شوفي اكتر من فيديو لعلاج التنمر، لان انا برضو بحاول اتشافى وبحاول اتعالج، وانا برضو لسه سني صغير. بس ابعدي عنهم وما ترديش عليهم ردود مش محترمة. أم وحاولي تتشافي وما تصدقيش كلامهم. بصي، اول ما المتنمرة تيجي تتنمر عليكي، اسمعي من هنا وفوتي من هنا. تخيلي مثلا انها دولفين قدامك بيرقص، او مثلا اسمعي اغنية في دماغك، حافظة اغنية شغالية في دماغك وخلاص. وحبي نفسك زي ما انتي، لا للتنمر.